السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء هو كنقدم واحد التحية شكر وتقدير الناس اللي ساهموا في دعم هذه القناة من المشاهدة وتعليقات اللي كتشجعني باش نقدم بعض الوصفات المخبوزات أو الحلويات الصحية اللي خاص الناس اللي عندهم السيلياك ومرضى السكري. هذا المحتوى المتواضع والقناة المتواضعة، كنشكركم بزاف على هذا الدعم، شكرا جزيلا. وكنشكر الناس اللي كانوا مشاركين معايا منذ البدايه والناس اللي جدادين واللي عاد دخلوا القناه، كنقول لهم دخلوا شوفوا القناه، الفيديوهات اللي فيها حلويات ومخبوزات. بعض المرات كندير الطبخ. وما تنسوناش من اللايك والاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ولكن اليوم ما غاديش ندير لا مخبوزات ولا خبز ولا حلويات. اليوم غادي نشارك معكم واحد النزهه في مدينة أكادير للترويح عن النفس. كما شفتوا الدخلة ديالنا كانت في مارينا، ومن بعد كنا في البحر، مشينا هو الاول تبحرنا ومن بعد دخلنا المارينا عن طريق واحد السياج كما في الاول شفتوه. راه دور الكاميرا وشفت البحر، هي هادي باش ندور الكاميرا وشفنا البحر. دخلنا من هاد البلاصه باش دخلنا هاد البلاصه هادي هي باش كنا في هنا قرب ديال مارينا. هنا شويه خاوي ولكن البحر البلاصه الاخرى كان عامر. صافي دخلنا شويه درنا في هاد البلاصه، فيها واحد الجو كان جميل هاد النهار هذا. فاش خرجنا كان شويه ديال الضبابه، كانت الشمس مخبيه ما كانتش حاره، وكان الجو لطيف وجميل. وكان نشارك معكم هاد اللحظات الجميله في مارينا اكادير. الجو كان زوين. كاين اليخوت اللي كيخرجوا النزهه، كيخرجوا الناس كيديروا نزهه في البحر بهاد اليخوت هادو اللي كيكريوهم يوميا. كل تقريبا ساعة كاين كيكري ساعة، كاين كيكري نص ساعة، تيمشيو الناس كيدوروا. هذا المكان جميل رائع جدا، كيعجبني هاد البلاصة هادي، حتى الوليدات كيعجبوهم. تيكون هنايا واحد الحوت في هاد البلاصة هادي، كان يرميو ليه الخبز وتياكلو. داك السمك تيخرج تياكل داك الخبز وكيعجبهم داك الشكل ديال هذا السمك هذا. البلاصة زوينة ما شاء الله. والناس هنا في هذا الوقت هذا كان الناس قلالين شويه، كما كتشوفوا هو السمك تياكل الخبز، كيلحوا ليه الناس الخبز. هذا الوقت هذه كان في وقت تقريبا ديك الجوج ونص 3، كان الناس قلالين شويه، الناس كيتغداو والناس مقيلين واللي كاين على البحر. البلاصه كما كتشوفوا هاد البلاصه هذه هي اللي ندخل ديال مارينا. عاد كنشوف هاد الدوره كامله كندورو فيها من هنا ومن هاد الجهه حتى كنوصلو لديك فاش كاينه ديك السفينه الكبيره اللي تيكريوها الناس. هي شويه الثمن ديالها شويه نازل على اليخوت الصغيره، هي اللي غاليه شويه. وكما قلت لكم كان الجو جميل جدا في هذا النهار هذا. مساعدنا الجو زوين تبارك الله. بقينا كندورو هنايا، كيعجبنا هاد المنطقه هادي. واخا كنجيو البحر كندخلو مارينا كندورو فيها هو الاول، عاد كنخرجو هاد البلاصه هادي. كاين مخرج ديال مارينا هنايا، كنخرجو للشارع الكبير. غنصور لكم هنا ولكن غادي نرجع نطلع البلاصه باش كاين السفينه هي الاولى. عاد غادي نخرجوا من هاد البلاصه هادي نمشيو للبلاصه باش كاين السمك، الناس المطعم ديال السمك. كما شفتوا راه دورت عاوتاني الكاميرا البلاصه ديال مارينا هنايا، وغادي نمشيو على طول لهاد الطريقه طالعين فوق ان شاء الله. وكاين اليوم تبارك الله شفت بزاف تاع اليخوت اللي خرجوا، الناس تيدخلوا كيكريو وتيخرجوا النزهات في البحر، داخل البحر. الجو كان زوين، منظر جميل جدا. هادي راه اكادير ما شاء الله، كان هنا الجو زوين. وهاد البلاصه هادي فيها المطاعم على طول. هنا كاينين ريستورات، كاينين المقاهي، بلاصه اللي فيهم لي كلاص تيبيعوا لي كلاص. دوك لي كلاص فاخره، الاثمنه هنا غاليه بزاف. ايوا صافي هي هاديك. بقينا كنتمنظروا في هاد المنظر الجميل. كنتمنى يعجبكم ما شاء الله. شوفوا معايا هاد اللحظات الجميله في هاد المنطقه هادي ما شاء الله.
الصوت أنا كيفضل نحيد الصوت ديال الهوا، ولكن أنا نقول شوية. هادو كيكريوهم، كلشي كيتكرى هنايا اللي بغا يخرج هاد التسفين، كلشي كيتكرى. هنا الياقوت الصغيرة يعني حسب كل واحد واش قاد. هاد السفينة الكبيرة هي اللي رخيصة شوية، كيكريو على الناس ساعة تقريبا، كيخرجوا لأرض البحر كيديرو النزهة في أرض البحر كيعاودو يرجعو تقريبا ساعة. واللي بغا يكري اليخت لمدة يوم ولا نهار، المهم الأثمنة ديالهم شوية غاليين. هاد اليخوت تقريبا شي 1000 درهم واقيلا. هاد السفينة هادي الأثمنة ديالها هي كيخلصو ساعة النزهة في عرض البحر، تقريبا ساعة. الشخص الكبير كيخلص 150 درهم، والصغار كيخلصو تقريبا 75 درهم. هادي نوعا ما الثمن ديالها شوية نازل، كيدخل بزاف العائلات هاد السفينة هادي كيمشي كيتنزهو داخل البحر. نتمنى يعجبكم هاد النزهة هادي يعني المتواضعة، يعني بعض اللقطات فقط، مصورتش كلشي لأن المناطق اللي تيكون فيها الناس ما كنصورهاش. بعض اللقطات فقط اللي صورت لكم، انما راه كانت خرجة طويلة تبارك الله من الصباح حتى العشية، ولكن ما صورتش داكشي. بعض المرات كننسى ما كنصورش، كنكون مهمومة ولا شي حاجة، ولا كناكل ولادو ما كنصورش. كما كتشوفوا هنايا طلع السفينة ما حيدش الصوت ديالها، نشوفوا الإطلاع ديال السفينة في هاد المنظر الجميل في مارينا أكادير. إلا عجبكم هاد الفيديو ما تنسوناش من لايك واشتراك. اللي ما مشاركينش بالنسبة اللي مشاركين متنسونيش من التعاليق الجميلة اللي كتشجعني باش نعاود نزيد نبحث الوصفات اللي كتخص الناس اللي عندهم السكري والناس اللي متبعين حمية غذائية كيبغيو يقصوا الوزن، الناس اللي عندهم السيدات اللي متياكلوش الدقيق. كاين وصفات كثيرة جدا كنتمنى ان شاء الله نربيو وننزلوهم في القناة ان شاء الله مستقبلا. وبعض الأحيان كندير يعني الطبخ الطاجين المغربي، يعني مبغيتش نكرر ندير دائما الطاجين والسكسو، يعني مبغيتش نكرر الوصفات اللي سميتو كنعاودها شي حاجة جديدة ان شاء الله. بالتوفيق لجميع الناس اللي عندهم قنوات اللي الله يوفقهم، بالتوفيق للجميع.
صافي السفينة مشات، وصافي ملي كاينة الخرجة غادي نمشيو نخرجو ان شاء الله. مارينا غندوزو البلاصة اللي فيها المطعم ديال الكبس على الخضرة. منظر زوين تبارك الله. ملي فاش خرجنا هنا خرجنا من مارينا، هنا غاديين حنا باقي في مارينا، ولكن هذا هو الطريق ديال الخروج. كما تشوفوا راه كيبان لكم الفكرة. هنا في السماء كيف نازلين كيديروا في الليل. هنايا خرجت، هنايا خرجنا شوية كبير. هو المطعم كيزيد، هو المطعم ديال السمك. هاد الجهة اليسرى كاين تما البلاصة، واليمنى مسولتش ندخل ديالها. صافي كنقطعو الطريق كنمشيو للمطعم ديال السمك. هو المطعم اللي كيتغدى فيه الناس. هنا عاود رجعنا طريق الرجوع تاني، نفس المدخل رجعنا منه باش نخرجو عاوتاني يعني الا جينا على الشارع الى بزاف. هنا عن طريق مارينا منظر زوين وضيا كتخرج من هاد المنطقة هادي آمنة بالنسبة للوليدات. الطريق هادي مورا مارينا جا خاوي مفيهش بلاصة خاوية. هنا الطريق ديال السيارات اللي كيدخلو كيخرجو. صافي انا خرجت هنايا، غادي الطريق كلها نضربو على الطريق كلها نخرجو ان شاء الله. ما صورتش لان كاين مطاعم ريستورات تياكلوا الناس تما، كاين مطاعم، كاين البلاصه اللي تياكلوا فيها الناس لي كلاص غاليين ما شاء الله، يعني الاثمنه غاليه. صافي ما صورتش هنايا، توقفت عند التصوير ما عادش نصور عباد الله. صافي انا خرجت من مارينا قطعنا الطريق. انا خارجين من هاد الزريبه هادي، كاين حدا لاكوت فشتينا. هاد البلاصه كلها قادوها صايبوها، قادو لها العشب. صافي حنا غاديين دابا هنايا كملنا الخرجه ديالنا. غنخرجو من هنايا كما كتشوفوا الشارع، هو الشارع كيدوزو فيه السيارات. نقطعو هاد الشارع هذا غادي نخرجو لحديقة بلفادير. هاد المنطقة زوينة جدا كلها عشب وأشجار زوينة ما شاء الله. صافي هنايا خرجنا دخلنا للحديقة بلفادير. هنايا حديقة جميلة جدا. البلاصة كان فيها العشب، كان فيها الناس كيجلسوا فيها كيتغداو فيها. كما كتشوفوا هنا الشارع من بعد كاين، هو شتي الشارع كيبان البحر. دابا انا كاين حديقة بلفادير كنصور لكم جهة البحر وجهة لاكوت. هاد الحديقة يتم يعني قدوها وصايبوها، كان الناس كيجلسوا هنايا كيتغداو. دابا راه قدوها مزيان وصايبوا لها العشب ودافون صايبوا لها مزيان وقدوا لها الطرقات. دابا هادي عامين باش قدوها، هاد العام تقدات مزيان، ولكن فيها دابا كاين فيها الحراس ممنوع الجلوس على العشب. اللي بغا كاين ممرات وكاين الكراسي اللي بغا يجلس يرتاح. لقيت الناس كيجلسوا على العشب هنايا. صافي درنا لنا واحد الجوله في هاد الحديقه هادي، كانوا مزينين بردي ولطيف مع الجو ديال البحر والاشجار. كان الجو زوين ما شاء الله. وفتحنا شويه صافي تما خرجنا عند داك الدرجات طلعنا اليوم. صافي تما في الشارع العمومي. صافي هنا النزهه ديالنا كنت تما كتشوفوهم. ما تنساوناش دائما اللايك والاشتراك. اللي مشتركش يدخل يشترك في القناه يشوف الفيديوهات والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. والناس اللي كيعاود التعليق طبعا هنا التعليق البنات في التعليق متنساوش التعليق واللايك البنات. واللي دخل عندنا مرحبا الناس الجداد. صافي انا كندخل كنطلع مع الدروج كنطلعو الشارع العمومي تما صافي انتهت النزهه.